اغلب الناس كيسحب اليوم ان الجري غير كيحرق السعرات الحراريه، ولكن الحقيقه كبر من هكا بزاف. الجري كيبدل الدماغ ديالك، كيعطيك انرجي اكثر، ويقدر يبدل الجسم ديالك حرفيا الى مارستيه بالطريقه الصحيحه. داكشي علاش في هذا الفيديو غنشوفوا اشنو كيوقع للجسم ديالك من اول جريه حتى الفوائد على المدى البعيد، وشحال بالضبط خاصك تجري باش تحصل على كاع الفوائد الممكنه من الجري. نبداو بالفوائد السريعه. اشنو غادي يوقع الا خرجتي دابا وجريتي؟ واش غادي تستافد شي حاجه؟ دراسات علميه داروا بحث بخصوص هذا الموضوع، والنتيجه كانت متقاربه. اكتئاب قل، قلق قل، عصب قل، وطاقه كبر. وكلهم اتفقوا انه غير جريه وحده غادي تخليك تحس حسن، وكل ما جريتي اكثر كل ما غادي تستافد اكثر. ودراسه دارت على الناس اللي كيجريو باستمرار، والنتيجه كانت هادوك الناس فرحانين كثر، صحاح كثر، كالم كثر، وايجابيين كثر. وهذه يقدر ياكدها لكم اي واحد كيجري اللي منهم انا. بعض المرات كتكون واقعه لي شي مشكله، غير كنلبس البرديله ديالي وكنخرج نجري، كنسالي ديك الجريه، المشكله كتختفي بحال ما عمرها وقعت. وكاينين شي دراسات علميه بينات بان الجري كيخلي الدماغ يفرز هرمونات اللي كتخلي التركيز والذاكره يوليو حسن. ولكن هذه غير البدايه. اشنو غادي يوقع من مورا اسابيع حتى الاشهر ديال الجري؟ نبداو بالعضلات، وخصوصا العضلات ديال الرجلين اللي كيصحاحوا، وحتى القدره ديال التحمل ديالهم كتولي كبيره، حيت الميتوكوندريا محطات ديال الطاقه داخل العضله كتولي كثر. الحاجه اللي كتخليك مع الوقت تولي تجري مسافات طويله بلا ما تعيا. وكمثال، اول 5 كيلومتر جريتيها كانت كتجيك صعيبه بزاف، والغد ليه رجليك كيصبحوا ضارينك، ولكن مع الوقت ولات ساهله بزاف كي والو. هذه غير الميتوكوندريا خدامه خلف الستار. وما نساوش العظام اللي حتى هي كتصحاح وكتزداد السماكه ديالها، الحاجه اللي كتخلي عندك عظام قويه وكتحميك من هشاشه العظام على المستوى البعيد. ندوزو الاعضاء ونبداو بالريه اللي هي من اكثر الاعضاء اللي كيخدموا في الجري، واللي مع الوقت كتولي قادره تدخل هو اكثر وتخرج حتى هو اكثر. وحتى الحويصلات الهوائيه كيزدادوا بشكل كبير، وحتى الحجاب الحاجز ديالك كيولي قوي، الحاجه اللي كتخلي الريتم اللي بديتي به اول نهار وكان كيجيك صعيب وكان النفس ديالك كتقطع، اليوم كيولي يجيك غير فحال شريب ديال الماء. وحتى المقاومه ديالك الحوايج بحال الدخان اولا الغبره كتولي كبر. دابا ندوزو للقلب واللي كيحدث فيه تغيير جذري. مع الاستمراريه في الجري القلب كتولي عنده قدره اكبر على ضخ الدم، ولكن بلا ما يخدم بزاف. داكشي علاش العدائين ديما كتلقى عندهم نبض اللي هابط بزاف في الراحه، بعض المرات كيوصل ما بين 30 حتى 40. والا قارنا هذا النبض مع نبض ديال شخص اللي عادي اللي ما بين 60 حتى 100، يعني هنا غنقدروا نعرفوا الفرق شحال كبير. وحتى الشرايين كتوسع باش الدم يدوز بسهوله، الحاجه اللي كتقلل من الاحتماليه ديال الاصابه بالجلطات. والناس اللي كيجريو راه في اغلب الاحيان الضغط ديال الدم ديالهم متوازن، حيت الشرايين ولاو واسعين والقلب ولا كيخدم باقل جهد ممكن. ودراسات كتاكد ان الناس اللي كيجريو عندهم احتماليه اقل بنسبه ديال 40% للاصابه بالامراض القلبيه. ومن كيولي القلب ديالك اقوى راه بطبيعه الحال حتى حياتك اليوميه غتولي ساهله اكثر. على سبيل المثال، غير الدروج اللي كانوا غيجيوك في الاول صعاب دابا كتطلعهم ما كتحسش بهم نهائيا. وكيف ما كنعرفوا كاملين الجري كيحرق بزاف ديال السعرات الحراريه، الحاجه اللي كتخلي معدل الحرق اليومي يرتفع. حيت تخيل معايا من مورا الجريه الجسم كيستمر في حرق السعرات الحراريه لساعات واخا يكون في وضع الراحه، الحاجه اللي كتخلي خساره الدهون تولي سهله بزاف، وحتى الوزن ديالك كتولي تقدر تتحكم فيه. داكشي علاش العدائين ما عمرك غتلقاهم كيعانيو من مشكله ديال الدهون العنيده. وما نساوش المناعه اللي كتولي عندك بحال الحديد، حيت الجري كيزيد نشاط الخلايا المناعيه بحال الخلايا القاتله الطبيعيه، وكيقلل حتى من بعض الالتهابات المزمنه، الحاجه اللي كتخليك اقل عرضه للاصابه بالعدوى، كتخلي مقاومه ديالك الامراض اكبر، وحتى الالتئام ديال الجروح مثلا كتولي اسرع. وحتى من الاحتمال ديال الاصابه ببعض الامراض المزمنه بحال شي انواع ديال السرطان والسكري حتى هي كتولي قليله. وهذا الشيء غير شويه من بزاف،
حيت الا بغينا نهضروا في الموضوع وندقوا فيه بالتفصيل الممل غيخاصنا نهار ديال الهضره باش يلا نكملوا كاع الفوائد. دابا كيجي السؤال المهم، شحال خاصك تجري في السيمانه باش تحصل على كاع هاد الفوائد؟ اخبار زوينه ماشي بزاف كيف ما كيصحاب لك. الا بغيتي الفوائد النفسيه غير جريه واحده في السيمانه ديال 30 دقيقه قاضيه الغرض باش تخليك تحس حسن وتحسن اللياقه ديالك بشكل عام. ولكن الا بغيتي تستافد من كاع الفوائد وتحصل اكبر استفاده ممكنه من الجري، هنا غيخاصك شويه ديال الانضباط. غتجري في السيمانه ديالك بمعدل ما بين ساعه ونص حتى لساعتين، وتقسمها على 3 ديال الجريات، وضروري تكون فيهم جريه واحده اللي صعيبه، يعني غتريني فيها مثلا جريه ديال الريتم طالع كلها، اولا جريه ديال الانترفالز مثلا 400 متر غديرها بريتم طالع، تسارح واحد 90 ثانيه وتضربها فحال هكا في شي 6 حتى ل 10 المرات، اولا دير حتى مثلا 1 كيلومتر بريتم طالع تسارح واحد 90 ثانيه وديرها في شي 5 المرات. وكا غتضمن انك تاخذ كاع الفوائد اللي ذكرنا. وكاع هادشي اللي هضرنا عليه في الفيديو هادشي ماشي مبالغه، هذا راه واقع انا شخصيا جربته. داكشي علاش الا كنتي كتفكر في الجري ما نصحكش تفكر 2 مرات، شري شي سبرديله مزيانه وبدا، حيت فعليا الجري كيبدل الجسم كيبدل العقل وقادر حتى يبدل حياتك.